هل صحيح أن تطبيق تيك توك هو أخطر تطبيق على مستوى العالم؟ السؤال هذا مهم ولازم نفكر فيه ونشوف ليش أخذ كل الأهمية في وسائل الإعلام العالمية. هذا تطبيق شاغل بال كثير من الناس حتى على مستوى دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر التطبيق أخطر اختراع صنعته الصين في العصر الحديث، لدرجة إن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من أفراد الجيش بحذف التطبيق من شاشات هواتفهم، وحثت موظفي البنتاغون البالغ عددهم نحو 23 ألف موظف بإلغاء تثبيت التطبيق لأنه يمكن أن يعرض البيانات الشخصية للخطر. طيب، في كتير من التطبيقات، ليش تيك توك هو المستهدف وشاغل بال الناس وعامل أزمة في أوساط أصحاب القرار رغم أن محتواه ترفيهي ورقص وبعيد عن السياسة؟ إذا رجعنا سنتين للوراء نرى أن ترامب طلب منع تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شكوك في عمليات تجسس عبر الشبكة لحساب الحكومة الصينية، وحذر ترامب الصين بإغلاق التطبيق الشهير إذا لم تبيعه للولايات المتحدة لمتابعة نشاطه، لدرجة أن مالكي التطبيق فكروا ببيعه حتى لا يتوقف التطبيق، وخاصة أن أكثر من 130 مليون مستخدم في أمريكا وحدها. لكن الحكومة الصينية دخلت على الخط ومنعت مالكي تيك توك وحذرتهم من بيع التطبيق إلى الولايات المتحدة، ومن هون بدأت المناوشات والاتهامات بين الدولتين. هو بالحقيقة مو بس الأمريكان خايفين من هالتطبيق، في كثير دول مثل الدول الأوروبية مثلا التي هي حذرت أيضا من استخدامه. الهند تحركت ضد التطبيق وقامت بحظره تماما إلى جانب 223 تطبيقا صينيا آخر، وفي أستراليا هناك مطالبات بحظره، أما باكستان وبنغلاديش وأندونيسيا أبدت مخاوف بشأن محتوى تيك توك الذي يعتقد أنه فاحش وغير أخلاقي ومبتذل ومشجع على المواد الإباحية. كل هذه الدول يجمعها شيء مشترك هو قلقها من التطبيق على خصوصية بيانات مواطنيها. هو بصراحة معهم حق، وخاصة أن هناك شكوك أن مالكي تيك توك يسمحون للمخابرات الصينية بالاطلاع على بيانات المستخدمين. يعني من الآخر تيك توك أداة تجسس على المستخدمين من خلال جمع بياناتهم، وهذا ما اعتبرته أمريكا إنه تهديدا لأمنها القومي. طيب، هو ليش في دليل على أن الصين بتتجسس على الدول من خلال التطبيق؟ في وقت سابق اكتشفت شركة أبل الأمريكية استغلال برنامج تيك توك الصيني ثغرات في نظام iOS 14 للتجسس على حوافظ ملايين هواتف الآيفون. وفي وقت سابق كشف تقرير نشر على موقع السيدني مورنينغ هيرد إن عمالقة التكنولوجيا في الصين يعملون عن كثب مع الحزب الشيوعي الصيني لمراقبة مسلمي الإيغور غرب البلاد. في كتير منا يرى تطبيق التيك توك تافه ولا قيمة له. طيب، السؤال ليش أمريكا كتير مهتمة فيه ولحتى الآن لم تعلن أنها مخترقة بهجمات سبرانية من أي جهة؟ نحن نعرف أن الإنترنت منذ اختراعه هو مسيطر عليه من شركات أمريكية، وهي جوجل وجوجل ستور وانستغرام وفيسبوك وسناب شات وأبل ستور وعملاق البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت، كلها تحت السيطرة الأمريكية، وهي الشركات نتعامل معها يوميا. أما التيك توك أصبح سلاح تكنولوجي جديد بيد الصينيين ليدخل المنافسة في تشكيل وعي جديد ليس في أمريكا فقط بل في العالم، وهذا لا يتناسب مع الأمريكان. لهذا بدأ التيك توك بإنشاء محتوى ليس للمتعة فقط ولكن لتحقيق مكاسب مالية، لكن يظل بنظر البعض تطبيق مرعب إذ أنه يجعل بعض المستخدمين لا يستطيعون التوقف عن استخدامه. وتشير الدراسات إلى أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الانتباه ويكون مصدر قلق، لأن العديد من جمهور تيك توك هم من الأطفال الصغار الذين ما زالت أدمغتهم تتطور. وفي الآونة الأخيرة نشرت صحيفة ليفيغارو الفرنسية إن الاختلافات بين النسختين الصينية والدولية من منصة تيك توك تثير التساؤل حول وجود نية لتحويل الأطفال إلى أغبياء عن طريق هذه القوة الناعمة.
ونسخة تيك توك للأطفال الصينيين مختلفة عن النسخة المستخدمة في دول العالم، إذ أنها تقدم تجارب علمية أو جولات في المتاحف أو مقاطع تعليمية لتنمية الذكاء، وهو غير المحتوى الذي يعرض لبقية أطفال العالم. طيب، من وجهة نظري كمستخدم، هل شايف التيك توك أخطر من الفيسبوك والإنستغرام، أم هم بالنسبة لك مثل بعض؟ فيك تناقشنا في التعليقات، وإذا عجبتك الحلقة فيك تحط لايك وتشترك بالقناة. وسلام، نشوفكم بفيديو قادم.